وأرجو أن يتفضل السيد العضو الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بعرض الاقتراح برأيه. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله وبعد. يعني أنا حظي جه بعد هذا العرض الوافي من الأستاذ عبد الله بدران، وكذلك من الدكتور ياسر والأستاذ مرفت. أردت الموضوع بكل ما فيه، عرض المشكلة والحل. لذلك فالموضوع بالنسبة لي أصبح صعبا للغاية أن أتحدث بجديد. ولكن سيد الرئيس، القضية تتعلق بأعظم ما يمتلكه هذا الوطن، تتعلق بتلك الأراضي الزراعية التي كانت تؤكل الدنيا قديما من حولنا، كانت مخزن غلال الإمبراطورية الرومانية، أصبحت اليوم تضيق بنا لدرجة أن 3/4 رغيف الخبز الذي نأكله يأتينا من دول معادية لتتحكم في قرارنا وسيادتنا. تمويل الأراضي الزراعية لكي تتحول إلى أراضي بناء كان يتم منذ حكومة ثورة 23 يوليو 52 في القاهرة تحديدا. تم تطوير المطرية وعين شمس والمرج وعزبة النخل، تم تطوير فيصل والمهندسين نتيجة نظرة قاصرة بعد أن كانت تلك المناطق هي التي تؤكل القاهرة، كانت هي مزرعة القاهرة. كان يومها من الممكن أن نتجه إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي أو المناطق الجديدة، أو حتى نعمر سيناء. كل دول العالم السيول فيها منحة ربانية، إلا في مصر السيول فيها محنة إلهية. نستطيع أن نزرع 1.5 مليون فدان في سيناء اعتمادا على مياه السيول التي تأتي كل عام لكي تأكل الأخضر واليابس وتقضي على البيوت المبنية، ويروح ضحيتها عشرات من المصريين من أهل سيناء. نستطيع أن نزرع 860,000 فدان في الساحل الشمالي، وكذلك نستطيع أن نزرع 850,000 فدان في الوادي الجديد. ونستطيع كل هذه الأفدنة نستطيع أن نرحل إليها تلك القاطنين في الدلتا التي فعلا ضاقت بسكانها. وبعد ثورة 25 يناير، بعد أن كنا قبلها يذهب ما بين 30 إلى 50,000 فدان سنويا أراضي من أجود الأراضي الزراعية في أي دولة في العالم كانت تتمسك بها لكي تزرعها لكي يأكل الإنسان والحيوان. ولكننا هنا في مصر من 30 إلى 50,000 فدان بعد ثورة يناير المجيدة، ونتيجة عدم وجود حكومة فعلا لها ظهير برلماني تستطيع أن تتخذ قرارات صعبة قد لا ترضي الرأي العام، ولكنها تؤمن المستقبل للأجيال الجديدة. نتيجة عدم وجود هذه الإرادة الحكومية القادرة على فرض القانون وإعادة هيبته إلى كل ربوع الوطن. الإنسان قبل الأرض والأرض قبل الإنسان، فإنما يكون من 350,000 فدان إلى 500,000 فدان من أجود أراضي مصر تم البناء عليها. وللأسف الشديد تحت سمع وبصر كل الأجهزة المحلية التي قالوا عنها زمان
أن الفساد وصل فيها إلى الركب أمام أعين وبصر الأجهزة المحلية، سواء على مستوى القرية أو على مستوى المدينة أو على مستوى المحافظة. يتم البناء على الأراضي الزراعية وتذهب 500,000 فدان مصر في أمس الحاجة إليها نتيجة رغبات البعض من أبناء هذا الوطن أن يوفروا الحد الأدنى للحياة لذويهم. ولكن أمام ظاهرة كما قال عنها الدكتور ياسر حمودة، فأنه كما قال فاروق الباز من الممكن أن يأتي علينا يوم بعد 20 عام لا نجد متر واحد من الأرض الزراعية نزرعه لكي نأكل. إنها فعلا لابد أن نعتبرها قضية أمن قومي، بل لابد أن نعتبرها خط أحمر من يتعدى عليها يستحق أن ينزل بها شد العقاب، لأنه إذا كان يريد أن يعيش أياما في هذه الأيام سعيدا وذويه فإنه يعدم الماضي كله، يغتال الحاضر والمستقبل من أجل نفسه. نظر الذات أنانية شديدة، ولكن علينا في البداية أن كلنا سوف نتعامل ليس عن طريق الرشاوى الانتخابية، أن حكومات مصر ما قبل ثورة 25 يناير كانت تأتي في كل موسم انتخابي لتوسع رشوة انتخابية على هؤلاء المتعدين على الأراضي الزراعية وتمنحهم سكوك بالبراءة. لا نريد أن نوافق الجماهير، بل نريد أن نقول أن علينا بعد 25 يناير أن يكون القانون وسيادته هو القول الفصل بين كل أبناء الوطن، حاكم ومحكوم وحاكم وحكام. تطبيق القانون وإعادة هيبة الدولة أعتقد يجب أن يكون ملاذنا جميعا وألا نوافق الجماهير. وفي نفس الوقت لابد أن نسرع الخطى في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ليس على غرار تلك المجتمعات التي أقاموها في القاهرة الجديدة أو في 6 أكتوبر، ولكن مجتمعات عمرانية زراعية بها كافة أنواع الخدمات التعليمية وخلافه، وأيضا بها مصانع تصنع ما تنتجه هذه البيئة. وأقول لكم سيد الرئيس أيها السيدات والسادة أعضاء المجلس إن سيناء تنادينا. تنمية وتعمير سيناء هو خط الدفاع الأول عن مصر لكي نغلق هذا الباب أمام دولة الكيان الصهيوني في فلسطين السليمة ونستعيد، ولكي نعمل لهذا اليوم الذي نستعيد فيها فلسطين لحضن أمتها العربية وعالمها الإسلامي. علينا أن نغلق سيناء. سيناء كانت دائما هي البوابة التي يأتينا إليها كل الغزوات، أتتنا عبرها غزوات التتار ومن بعد غزوات الصليبيين من عبر سيناء. لذلك علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونحن نراقب هذه القضية ونقول أن الحكومة الحالية هي عاجزة عن تنفيذها، ولكن لابد من الحكومة تستطيع أن تقود الرأي العام، تقود الشعب ويكون لها ظهير برلماني وأيضا لها مساندة شعبية لكي نجعل من سيناء هي بوابة مصر نحو التنمية والتقدم. أن نقيم مجتمعات عمرانية زراعية بها كافة المجالات المختلفة من صناعية وتعليمية، ونهجر إليها أو نستدعي إليها ما يقرب من 5 مليون مصري من سكان الوادي، وأعتقد أن لابد أن نكون من سكان الدلتا. تنمية وتعمير سيناء أعتقد سوف تجعل مصرنا في سبيلها إلى أن تنهي هذه الأبد مسألة الاعتداء على الأراضي الزراعية أو تطويرها، وفي نفس الوقت تكون حلا لمشكلة البطالة التي تؤرق كل المصريين والتي تجعل الفلاح المصري يريد أن يبور الأرض لكي يبني عليها بيتا لابنه العاقل لكي يعيش ويسكن فيه. أما إذا خرجنا إلى مشارف الصحراء وإلى سيناء أعتقد ساعتها سوف يجد الشاب المصري بل يذهب إلى دول الخليج لكي يعمل هناك في نظام تحت نظام الكفيل الذي هو نظام أقرب للرقة والعبودية، يذهب إلى سيناء أو إلى الوادي الجديد أو إلى الصحراء الغربية الساحل الشمالي لكي يبني مجتمعا جديدا لمصر. أنا واثق تماما أن حكومة مصر
ما بقى صار 25 يناير. هذه الحكومة التي لها ظهير برلماني في الشعب والشورى قادرة على تنفيذ أحلام الوطن كله في أن تستعيد مصر عافيتها وتستعيد مصر دورها كعمود للقومية العربية وقيادة للعالمين العربي والإسلامي. شكرا لكم سيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد العضو الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. وأرجو أن يتفضل السيد العضو الأستاذ خالد حسن شلش بعرض الاقتراح برغبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، السادة النواب الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية ونحن نناقش هذه القضية الخطيرة المفصلية من عمر الوطن، أؤكد أننا ونحن نسعى إلى إقامة مصر دولة واقع. لو سمحت اتفضل يا فندم. استاذنك. انا بعترض على كلام الاستاذ ناجي الشهابي اما ذكر 5 مليون ليقيموا في سيناء، ذكرهم مصريين وكأن اهل سيناء ليسوا مصريين. لا هذا يعني سجل هذا الاعتراف. اعتقد ان الاستاذ ناجي لا يقصد هذا. اجلس يا استاذ ناجي. هو يقصد اضافه لمن في سيناء يا فندم. ذكر اضافه لمن في 5 سيناء، مليون مصريين اضافه كأنهم رايحين للخليج او لدولة اخرى. دي زلة لسان ليس مقصود بها اي يعني. استاذ ناجي يعرف هذا، راجل وطني وانا ما سجل هذا الاعتراف. شكرا جزيلا. اتفضل.